تخيل تبقى في مصر القديمة وترجع بالزمن أكتر من 4000 سنة قبل الميلاد علشان تشوف إن كل حجر حواليك ليه قصة، وكل يوم في حياة المصري القديم كان حياة كاملة. المصري القديم حياته كانت مربوطة بالنيل، والزراعة كانت أساس كل شيء، القمح والشعير والبصل والثوم وحتى السمك اللي كان بيصطاده من النيل كان جزء أساسي من أكله. والبيوت كانت مصنوعة من الطين اللبن، وكانت بسيطة لكنها كانت عملية، وكل بيت منهم كان مجهز بالأدوات الأساسية للحياة: أواني فخارية، سلال للغلال، وأدوات خشبية للحياة اليومية. والأكل كان متنوع، منها الخبز الشمسي والبيرة المصنوعة محليا والخضار والفواكه وحتى اللحوم في المناسبات، لأن الطعام كان جزء أساسي من الطقوس الدينية والمهرجانات. والملابس كانت بتتصنع من الكتان الطبيعي، والزينة والعطور كانوا جزء من الهوية اليومية، لأن المصري القديم كان بيهتم بالنظافة الشخصية والشكل، سواء الطبقات العليا والأغنياء أو حتى الفلاحين والعمال. والمصريين القدماء كانوا بيحتفلوا بالمواسم الزراعية والطقوس الدينية، والرقص والموسيقى كان ليهم دور كبير في الحياة اليومية، مش بس للملوك لكن لكل الناس. حياة المصري القديم كانت حياة بسيطة لكنها حياة متكاملة ومليانة علم وفن وإبداع. المصري القديم ما سابش بس مجرد آثار وتماثيل ومعابد، لكنه علمنا دروس عن طريقة حب الحياة والتناغم مع الطبيعة والمجتمع. وانت بقى قولي، هل تتمنى يرجع بيك الزمن وتعيش يوم من حياة المصري القديم، ولا مش هتقدر تبعد عن فيسبوك وتيك توك وإنستجرام؟ قولي رأيك في التعليقات.